لو انت مش عايز تعيش زي اغلب الناس مفلس ومضغوط وبتلف في نفس الدايره اللي ملهاش نهايه، يبقى لازم تركز على هدف واحد بس من البدايه، انك تعمل اول $10,000 في حياتك. اغلب الناس بتغلط لانها بتفكر في الارقام والمصطلحات الكبير قوي من الاول، زي ملايين وحريه ماليه. بس الحقيقه ان الطريق ده بيبدأ بخطوة واحدة بس واضحة. أول $10,000 مش مجرد رقم، ده أهم مرحلة في أي رحلة مالية، لأن الوصول لأول $10,000 بيثبت إن الفلوس مهارة وليست حظ ويمكن تكرارها. أول ما تفهم إزاي تعمل المبلغ ده مرة واحدة، هتعرف تعمله تاني وتالت وتكبروا المصدر دخل حقيقي. انا شريف ودي قناه شريف يستثمر، القناه اللي بنفهم فيها الفلوس ببساطه ومن غير تعقيد ومن غير وعود وهميه. في الفيديو ده هنتكلم عن واحده من اهم المراحل في اي رحله ماليه، مرحله اول $10,000. مش هقولك احلام ولا طرق سحريه ولا استثمر $100 وتصحى تلاقي نفسك مليونير. في الفيديو ده هتعرف ليه أول $10,000 هم الأصعب فعلا، ليه أغلب الناس عمرهم ما بيوصلوا للرقم ده، وإيه الطرق الواقعية اللي ممكن توصلك ليه حتى وإنت طالب أو لسه في بداية حياتك، وإزاي تختار الطريق الصح بدل ما تضيع سنين في تجارب فاشلة. ولو كملت معايا الفيديو ده للآخر هتفهم طريقة التفكير اللي بتفصل بين شخص بيشتغل طول عمره وشخص بيبني دخل حقيقي يكبر مع الوقت. وقبل ما نبدأ بالطرق الأساسية اللي ممكن توصلك لأول $10,000 في حياتك، لازم نفهم حاجة مهمة جدا. ليه أغلب الناس بتفشل أصلا في إنها توصل للرقم ده؟ لأن المشكلة في الغالب مش قلة فرص ولا قلة شغل ولا حتى قلة ذكاء، المشكلة في طريقة التفكير من البداية. أغلب الناس بتصعب الموضوع على نفسها وتدخل في طرق شكلها مغري بس مش مناسبة للبداية. تلاقيه يدخل كريبتو علشان عرف أو سمع إن حد كسب، أو يجرب دروب شيبينج علشان حد وعدهم بالمكسب فيه، أو شاف محتوى عن الدروب شيبينج وعجبه وحس إن هو هيكسب منه. بيركزوا على طرق محتاجة راس مال كبير وحظ عالي. المشكلة ان الطرق دي كلها مش ثابتة ومش مناسبة للبداية، وما ينفعش تعتمد عليها كمصدر دخل اساسي. دي وسائل لتكبير الفلوس مش طرق تبدأ بيها من الصفر. في البداية اي شخص محتاج حاجة راس مالها قليل وبتدخل فلوس باستمرار وتحط كاش في ايده بشكل شبه يومي. ولو شلنا كل الضوضاء دي هتلاقي ان في 4 طرق اساسية بس. واول طريقة وهي خدمات على أرض الواقع، زي مثلا تدريب شخصي، توصيل بجميع أنواعه، ديليفري أو شحن، زي مثلا حلاقة، تصوير، أعمال يدوية وخدمات محلية. الخدمات دي رغم بساطتها لكنها من أسرع الطرق لجلب الدخل، وليها مميزات كبيرة جدا، وهي انك بتقبض فوري، وتكلفة البداية بتكون منخفضة جدا جدا، ومش محتاج مهارة كبيرة، انت محتاج مهارة وادوات بسيطة. مش محتاج موقع ولا اعلانات ولا تصمم لوجو ولا تدفع فلوس في تمويل. انزل للعميل وقدم الخدمة وخد المقابل على طول. المشكلة ان النوع ده من الدخل محدود بالمكان ومحدود بالوقت ومحدود بعدد الأشخاص. هو ممتاز كبداية لكن سقفه محدود. والاختيار التاني معانا وهو منتجات محلية، زي أكل بيتي، منتجات يدوية، رسومات، زراعة. والنوع ده محتاج وقت، تكلفة المواد بتاكل جزء كبير من الربح، وقاعدة العملاء بتاعتك هتكون محدودة. هو مناسب كهواية مدفوعة لكن صعب يكون طريق سريع لأول $10,000. أما الاختيار الثالث فهو منتجات عالمية، براند ملابس، إعادة بيع أونلاين. الميزة فيه إن هو سوقه عالمي وعملاء من أي مكان في العالم، بس ليه عيوب طبعا، وهي إنك محتاج تصبر علشان تكسب، والأرباح أنت أكيد بتعيد استثمارها مرة تانية، فالفلوس بتتحبس في المخزون مش في إيدك. هو قوي جدا على المدى المتوسط لكن مش الأسرع في البداية. والاختيار الرابع وهو الأقوى وهي خدمات الأونلاين، زي تعمل مونتاج للفيديوهات، أو تعمل تصميم لصور مصغرة، أو تكتب محتوى، أو تدير السوشيال ميديا، أو تعمل إعلانات مدفوعة. ليه الاختيار ده أقوى اختيار؟ سوقه عالمي، هوامش الربح بتاعته عالية من 70 ل 80%، وممكن تحقق دخل من أول يوم تشتغل فيه. علشان كده أسرع طريق لأول $10,000 غالبا بيكون من الاختيار الرابع وهو الخدمات الأونلاين. طيب أختار إزاي الخدمة المناسبة ليا؟ اسأل نفسك 3 أسئلة: أنت شاطر في إيه؟ وإيه اللي مستعد إنك تتعلمه؟ وإيه المشاكل اللي الشركات بتعاني منها دايما؟ نقطة التقاطع بين ال3 أسئلة دول هي أفضل نقطة بداية ليك. وأهم نقطة هنا، ما تستناش تبقى مثالي،
ابدأ بسعر أقل وتعلم وانت بتكسب. وعلشان توصل لأول 10,000 دولار من خدمات الأونلاين في 4 عناصر أساسية، لو عنصر واحد فيهم ناقص هتفضل تشتغل كتير وتكسب قليل وتحس انك واقف مكانك. خلينا نفهمهم واحدة واحدة ببساطة علشان يكون الأمر بسيط بالنسبة لك وواضح من البداية. أول نقطة مهمة وهي التمركز الصحيح. مش كل الخدمات الأونلاين بتكسب نفس الفلوس، في فرق كبير بين انك تشتغل مع اشخاص عاديين وانك تشتغل مع بيزنس بيكسب اصلا. البيزنس بيفكر بطريقة مختلفة. لو مشروع بيكسب 50,000 دولار في الشهر ودفعت له 2000 دولار علشان تحل مشكلة وتخليه يكسب اكتر، ده قرار منطقي جدا بالنسبة له. المشاكل دي زي انه محتاج عملاء اكتر، او محتاج مبيعات اعلى، او محتاج نظام احسن، او انه محتاج يظهر قدام منافسينه. علشان كده بدل ما تكون مونتير لقنوات صغيرة مفلسة وتعمل لها مونتاج وتضيع وقتك، اشتغل مع صاحب بيزنس بيبيع منتج وشغله كبير. بدل ما تصمم صور عشوائية، خليك المسؤول الأساسي عن براند واحد بس. الفكرة مش إنك تتعلم مهارات جديدة، الفكرة إنك تحط نفسك في المكان اللي فيه فلوس. وتاني نقطة مهمة وهي الرفعة. الشركات مش بتدفع على مجهود، الشركات بتدفع على نتيجة. أول ما تسيب فكرة أنا بشتغل بالساعة وتدخل في أنا بزود أرباحك، هنا الفلوس بتفرق. لو بتشغل إعلانات بدل ما تقول أنا شغال 10 ساعات، قول له الاعلانات دي جابت لك مبيعات بكذا. ساعتها العميل اللي انت شغال معاه مش هيشوفك تكلفة، ده هيشوفك استثمار، وده اللي هيخليه يدفع اكتر ويكمل معاك انت مش مع حد تاني. تالت نقطة مهمة وهي الوصول والظهور. غلط شائع جدا انك تفضل طول الوقت تجري ورا العملاء. الصح ان شغلك هو اللي يجيب العملاء. اي مهارة عندك لازم تظهرها اونلاين. المونتاج قبل وبعد. طب التصميم، ليه التصميم ده اشتغل؟ السوشيال ميديا، ازاي الحساب كبر؟ مجرد انك توثق شغلك حتى وانت لسه بتتعلم وتظهره للناس وللعملاء بتاعتك بيفتح فرص انت مش متخيلها. رابع نقطة مهمة معانا وهي التنظيم والالتزام. الحاجة اللي بتميز الناس اللي بتكسب فعلا مش الموهبة ولا الشطارة ولا الكاريزما، هي الالتزام. ناس كتير شاطرة بس بتتأخر او بتنسى او مش منظمة، والعميل مش عايز صداع. اي حد منظم، مواعيده مظبوطة، متابعاته واضحة، شغله متسلم في وقته، بيبقى مطلوب من اي صاحب شغل حتى لو مش احسن واحد في السوق. صديق المليونير، اول 10,000 دولار دول مش مجرد مبلغ في الحساب ولا رقم حلو يتكتب في تعليق. اول 10,000 دولار دول هي المرحلة اللي بتفصل بين شخص لسه بيحاول وشخص بدأ يفهم اللعبة. المرحلة دي بتغير طريقة تفكيرك، بتخليك تشوف الفلوس بشكل مختلف، بتخليك تفهم ان الدخل مش صدفة وان الشغل الصح بيكبر مع الوقت. اغلب الناس عمرهم ما بيوصلوا للمرحلة دي مش لانهم مش قادرين، لكن لانهم مستعجلين او مشتتين او بيجربوا كل حاجة في نفس الوقت وبيسيبوا اي طريق قبل ما يدي نتيجته. اول 10,000 دولار محتاجة تركيز، مش محتاجة ذكاء خارق، محتاجة التزام، مش محتاجة حظ، ومحتاجة صبر مش استعجال. المشكلة ان السوشيال ميديا خدت الناس لفكرة ان النجاح لازم يكون سريع وان اي حاجة بطيئة تبقى فاشلة، لكن الحقيقة ان اي دخل حقيقي بيحتاج وقت وبيحتاج اخطاء وبيحتاج تصحيح للاخطاء دي. الناس اللي بتبني ثروة مش بتصرف اول ما تكسب، لكن بتستثمر، بتشوف الفلوس كأداة مش كهدف. علشان كده اول 10,000 دولار لازم تتعامل معاهم بذكاء، مش علشان تشتري بيهم شكل ولا تعيش بيهم حياة مش حياتك، لكن علشان تتعلم وتطور مهاراتك وتكبر دخلك وتحط نفسك في مكان اقوى ماليا. من هنا بس بتبدأ المرحلة اللي بعدها وهي مرحلة الاستثمار وبناء الأصول وتحويل الدخل لثروة على المدى الطويل. لو الفيديو ده صديقي المليونير ساعدك تفهم الفكرة أو غير طريقة تفكيرك حتى ولو بنسبة بسيطة، فأنت على الطريق الصح اللي هنوصل بيه كلنا لأول $1,000,000 في حياتنا، مش بس 10,000 دولار. لو لسه جديد على القناة ما تنساش تشترك علشان الفيديوهات الجاية هنكمل فيها خطوة بخطوة ازاي تبني دخل وازاي تحافظ عليه وازاي تخليه يكبر معاك مش ضدك. واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر فكرة سمعتها في الفيديو وخلتك تفكر بشكل مختلف. واشوفك في الفيديو اللي جاي يا صديقي المليونير على خير، وتكون في نتائج افضل من دلوقتي.